كان صوت الضمير الصاحي جوه كل واحد فينا، وحياته ما اختلفتش كتير عن دوره في الفيلم. حسين الشربيني اتولد في 16 نوفمبر سنة 1935. موهبته بدأت بإلقاء الشعر وهو عنده 7 سنين. دخل كلية الآداب وبعدها معهد الفنون المسرحية، واتخرج سنة 1960. جاله جواب تعيين من القوى العاملة كموظف في السكة الحديد في محافظة أسيوط، ولكنه ما كملش فيها أكتر من 11 يوم. اشتغل حسين الشربيني صحفي في جريدة الجمهورية، بعدها بفترة بسيطة اشتغل مذيع في التلفزيون المصري اللي كان بوابته لدخول عالم التمثيل. خد جايزة أفضل ممثل تاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن أدواره في أفلام الرغبة وجري الوحوش، وكمان أخد لقب فنان قدير من المسرح الحديث. ليه أعمال فنية بتتعدى 400 عمل. حسين الشربيني غاب عن الظهور في أي أعمال فنية من سنة 2002 لما وقع وهو بيتوضأ عشان يصلي وحصل له كسر في مفصل القدم. قضى أواخر أيام حياته في التفرغ للعبادة، وفي سنة 2007 اتوفى وهو بيفطر في شهر رمضان مع أسرته. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.